ازيكم يا أحلى نجوم. النهاردة هنتكلم عن توقعات برج العقرب الأسبوع الأول من يونيو 2025. هنتكلم عن تأثيرات الكواكب وكمان الشغل والفلوس والحب والعلاقات العاطفية، وكمان هكلمكم عن الأيام الأفضل حظ الأسبوع ده. يلا بينا نبدأ ونشوف توقعاتنا بتقول ايه الأسبوع ده. في الأسبوع ده كوكب بلوتو الحاكم لبرجك يا عقرب بيزيد من طاقتك الداخلية وقوتك على التغيير والتحول، وده بيخليك تواجه تحديات عميقة بثقة وشجاعة. كوكب المريخ في موقع داعم لطموحاتك واندفاعك، ده هيدفعك تتحرك بخطوات سريعة وجريئة في تحقيق أهدافك. بس خد بالك من سرعة رد فعلك اللي ممكن تسبب لك توتر أو خلافات. وجود الزهرة في موقع بيحسن علاقاتك العاطفية والاجتماعية كمان، هتلاقي نفسك قادر على التواصل بشكل أعمق وأصدق مع اللي حواليك، وده هيدعم حياتك العاطفية بشكل كبير. كوكب زحل كمان بيطلب منك الصبر وتنظيم الأمور بشكل حكيم، خصوصا في الجانب المهني والمسؤوليات الكبيرة اللي بتتحملها. أما بالنسبة للشغل والوظيفة فالأسبوع ده ممكن يكون مليان تغيرات أو مستجدات في الشغل، وممكن تطلب منك كمان مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات. لو بتشتغل في مشروع جديد أو بتخطط لتطوير مهني فده وقت مناسب جدا إنك تبدأ فيه خطوات واضحة، لكن خليك حذر في تقييم المخاطر. التعاون مع زمايلك مهم جدا يا عقرب، حاول تحافظ على علاقتك الطيبة وابعد عن النزاعات أو المشاكل. حتى لو حسيت بضغط ممكن تظهر فرص تمويل أو دعم لمشروعك، بس لازم تدرسها كويس وتحدد هل هي مناسبة ولا لأ قبل ما تستعجل. لو بتدير فريق أو مسؤول عن مشروع فالقيادة الحكيمة والصبر هيكونوا مفتاح نجاحك. أما بالنسبة لوضعك المالي فهو مستقر، لكن مش مناسب لأي مخاطر مالية كبيرة أو استثمارات مش محسوبة. حاول تبعد عن القرارات العشوائية وركز على ترتيب ميزانيتك وسداد أي ديون أو التزامات. لو في فرص لكسب دخل إضافي يا عقرب فاستغلها بحكمة، وخلي عينك على التفاصيل عشان ما تقعش في مشاكل مالية ممكن تظهر مصاريف فجأة، فخليك مستعد ليها وحوش جزء من فلوسك عشان لو جات أي مفاجأة. أما بالنسبة للحب والعلاقات فالأسبوع ده مليان مشاعر عميقة وشغف، وده هيخلي علاقتك العاطفية تتطور بشكل واضح. لو انت مرتبط بقى فحاول تبقى صريح مع شريك حياتك وشارك مشاعرك وأفكارك، ده هيقوي ثقة الطرفين ويخلق تواصل أعمق. أما لو كنت أعزب فطاقتك المغناطيسية هتكون عالية وهتجذب ناس كتير حواليك، لكن خليك حذر في اختياراتك وخليك واقعي عشان ما تقعش في خيبة أمل. العلاقات الاجتماعية كمان بشكل عام هتكون داعمة ليك يا عقرب، ممكن تتعرف على ناس جديدة ممكن يكون ليها تأثير إيجابي على حياتك. أما بقى الأيام الأفضل حظ ليك يا عقرب الأسبوع ده معانا التلات، يوم مناسب جدا عشان تاخد قرارات حاسمة في الشغل والعلاقات. الخميس كمان يوم مليان فرص مالية واجتماعية، فاستغل كل لحظة فيه. كمان معانا السبت يوم كويس جدا للتخطيط وتحليل الأمور بشكل أعمق. يا عقرب خليك قوي وواثق في قراراتك، لكن ما تتسرعش، وخليك دايما مستعد تواجه أي تحديات. استخدم طاقتك بشكل إيجابي عشان تطور من نفسك وحياتك المهنية والعاطفية، والصبر كمان والتنظيم هيساعدوك تحافظ على توازنك وتحقق نجاحات ملموسة. افتكر دايما يا عقرب إن التغيير هو جزء من نموك، فاستقبله بحماس واستعد للفرص الجديدة اللي جايالك. ودي كانت توقعات برج العقرب. ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. ودلوقتي هقولكوا باي باي يا أحلى نجوم.